تحياتي واهلا بكم في حلقه ما قبل مباراه المنتخب الوطني المغربي قدام البرازيل. هذا الماتش اللي كيتعد هو اول ماتش غادي يلعبوا المنتخب من بعد الانجاز ديال كاس العالم. هذا الماتش اللي ما غاديش نقولوا عليه حنا المغرب كنلعبوا قدام البرازيل، لكن غنقولوا عليه البرازيل كتلعب قدام رابع كاس العالم واللي هو المنتخب الوطني المغربي. هذه المباراه اللي ماشي فقط مباراه استعراضيه كيف كتشوفها بعض الجماهير، خصوصا مع داك التيفو اللي غادي يكون في الملعب ديال طنجه، لكن هذا الماتش هو مباراة مهمة بزاف للمنتخب الوطني المغربي لثلاث نقاط اللي غادي نذكرها. النقطة الأولى وهي أن المنتخبات العربية ما عمرها وما سبق لهاش حققت الفوز قدام البرازيل، وخصنا نكونوا حنا كمنتخب وطني مغربي كما كنا حنا هما السباقين لإنجاز كأس العالم، خصنا نكونوا حنا هما السباقين لهذا الإنجاز وإلحاق الهزيمة الأولى عربيا بمنتخب سيليساو. النقطة الثانية واللي حتى هي مهمة بزاف، خاصنا نحاولوا نحققوا نتيجة إيجابية قدام البرازيل بالفوز أو التعادل على أقل تقدير باش نستمروا في الصعود وتسلق مراكز الفيفا، باش نمشيو ونكونوا بين العشرة الأولين في العالم. النقطة الثالثة واللي كنعدها أنا شخصيا هي الأهم، وهي أننا خاصنا نثبتوا للعالم وكل المتابعين أن كأس العالم قطر 2022 ما كانتش فقط ضربة حظ للمنتخب الوطني المغربي. داك الإنجاز اللي تحقق ما تحققش بالحظ كيف كيسوقوا بعض الناس، أو لا تحقق فقط بالجمهور كيف كيسوقوا بعض الناس الآخرين، لكن داك الانجاز تحقق بعزيمه اللاعبين، بالكره اللي عندنا في المنتخب، باللاعبين اللي عندنا في المنتخب، بالمدرب اللي عندنا في المنتخب، وهذا الشيء اللي غادي يثبتوا وليد الركراكي واللاعبين من خلال توقيف منتخب البرازيل. فبلا ما نطول عليكم اكثر، وكيف العاده تابوناو في القناه، ضغطوا على جيم، ويلا نمشيو ونهضروا على الاهم واللي كتسناوه كاملين، واللي هو التشكيل الاقرب والانسب، التشكيله الاساسيه اللي غادي يبدا بها وليد الركراكي ماتش البرازيل. اهلا بكم من جديد. المغرب البرازيل رابع كاس العالم، المنتخب الوطني المغربي قدام السيليساو، قدام منتخب السامبا بالنجوم ديالو اللي حاضره كامله وكاينه في طنجه. هذا الماتش اللي كنتسناوه كاملين باش نشوفوا المنتخب من بعد كاس العالم ونشوفوا التشكيل اللي غادي يختاروا وليد الركراكي وغادي يلعب به من بعد تشكيل كاس العالم، واللي بكل صراحه وبكل بساطه ما كنعتقدش ان وليد الركراكي غادي يجي ويبدل لا الشكل ولا التشكيل ديالو قدام البرازيل. وليد الركراكي كيف كنعرفوا عليه مدرب كيعتمد على انسجام اللاعبين، كيعتمد على واحد اللحمه، كيعتمد على واحد المجموعه اللي وجده ديال اللاعبين اللي دائما كيبدا بها، واللي كيف شفنا وليد الركراكي ما عندوش ماتش ودي وماتش اساسي. وليد الركراكي كيخوض كل المباريات بنفس الطريقه وما عندوش حتى داك مبدا التجريب ديال اللاعبين، ما كنشوفوش كيجرب بزاف، كيعتمد على نفس الاسماء، وهذا الشيء اللي غادي يخليه كما كان في كاس العالم يبدا بنفس التشكيل ديال 4-3-3 اللي كتحول دائما في الوضعيات الدفاعيه 4-1-4-1. هذا التشكيل اللي كشكل كيف قلت غادي يستمر من كاس العالم، وحتى كاسماء ما كنظنش غادي تكون تغيرات، خصوصا ان العناصر الاساسيه ديالنا تقريبا كامله حاضره وكامله واجده. ونبداو بحراسه المرمى، غادي يكون فيها ياسين بونو اللي قلنا انه حاليا كيبان على انه متراجع نوعا ما مع اشبيليا، لكن مع المنتخب الوطني المغربي دائما ما كيكون واجد، كيكون جاهز، وان شاء الله كما كيقول وادر الركراكي اللاعبين اللي عندهم شك مع الانديه ديالهم فمع المنتخب غادي يرجعوا الثقه في راسهم، ومنهم ياسين بونو اللي غادي يحرس الماتش ديالنا قدام البرازيل، يحرس المرمى ديالنا، وان شاء الله غادي يخرج بشباك نظيفه. الرباعي ديال الدفاع غادي نبداو على اليمين باشرف حكيمي. اشرف حكيمي اللي الحصص الاولى كان كيتدرب بشكل فردي، لكن رجع وبدا يتدرب مع المجموعه، دخل في المجموعه، وكنظن على انه غادي يكون حاضر وواجد باش يلعب هذا الماتش رغم المشاكل وداكشي اللي عنده كامل في البي اس جي، غادي يجي باش يكون معنا بنفس اشرف حكيمي اللي كنعرفوه مع المنتخب. كظهير ايسر ايضا نصير مزراوي رجع تشافى، رجع يلعب مع البايرن ومع المنتخب، شفناه خاض كل الحصص وكيتدرب بشكل طبيعي، وهذا الشيء اللي غادي يخليه يكون هو اللاعب الاساسي كظهير ايسر في المنتخب الوطني المغربي. ثنائيه قلب الدفاع غادي يكون فيها الانيق نايف اكرد اللي كيقدم مستويات كبيره في الدوري الانجليزي كما كان معنا في كاس العالم، ومعاه غادي يكون الكابيتانو القائد رومان سايس اللي حتى هو متراجع نوعا ما في بيشكتاش، بدا كيرجع للمستوى ديالو، لكن غادي تكون انطلاقه جديده للكابيتانو مع المنتخب في هذا الماتش ديال البرازيل. قدامهم غادي يكون قلب الاسد، غادي يكون الحامي ديال الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي، غادي يكون الراجل اللي ما كيوقفش، اللي كنقولوا عليه ما كنقولوش عليه دائما، ما كنقولوش
كنهضروش عليه لاعب لكن كنقولوا عليه راجل. وهنا كنهضر على سفيان امرابط، هو اللي غادي يكون قدام رباعي الدفاع كلاعب ارتكاز، وقدامه غادي يكونوا جوج ديال اللاعبين. غادي يكون المتالق عز الدين أناحي اللي حتى هو نفس المشكل عنده مع مارسيليا، ما حضاش بالثقه، ما كيلعبش كاساسي، لكن اخر ماتش لعبوا مع مارسيليا بالاضافه اخر الدقائق، كنقول ما لعبش كاساسي، اخر الدقائق اللي لعبها مع مارسيليا كاحتياطي وبين القدرات ديالو. بالاضافه لهذا الماتش غادي يبين المدرب ديال مارسيليا على انه كيستحق الرسميه في النادي ديالو من خلال المنتخب، وغادي يكون هو اللاعب الاساسي كلاعب رقم 8 في المنتخب الوطني المغربي. مع جنبه هنا كاين الغياب ديال سليم املاح اللي كيف كنعرفوا كاملين الاصابه خلاتو ما يجيش ويكون حاضر في المنتخب الوطني المغربي، وهو اللي كيلعب كاساسي في تشكيل المنتخب. فهنا بزاف ديال اللغط، بزاف ديال الناس كيقولوا شكون اللي غادي يعوض سليم املاح. كاين اللي كيمشي مع الطرح ديال عمران لوزا العائد للمنتخب الوطني المغربي، واللي حتى هو بالمناسبه كيقدم مستويات كبيره مع النادي ديالو واتفورد، رجع من الاصابه ورجع بشكل قوي، ربما نقول عليه اقوى من كيف كان قبل الاصابه. فالمستوى ديال عمران لوزا كيشفع له باش يكون اساسي قدام البرازيل. لكن اللي كنقول انا هو ان وليد الركراكي غادي يمشي الخيار عبد الحميد الصابري. عبد الحميد الصابري اللي سبق له ولعبوا كاساسي في كاس العالم، سبق له ولعب مع المنتخب، وكيف كنعرفوا وكيف قلت وليد الركراكي كيمشي دائما مع اللاعبين اللي منسجمين مع المجموعه ماشي مع الافراد، وهذا الشيء اللي غادي يخليه يعتمد في خط الوسط على عبد الحميد الصابري. ومن خط الوسط غادي نمشي لخط الهجوم، خط الهجوم اللي حتى هو واضح وباين وما كنظنش يكونوا فيه اي مفاجات. على اليمين كجناح ايمن غادي يكون حكيم زياش. حكيم زياش اللي ملي كيكون احتياطي في تشيلسي كنعرفوا شنو كيعطي في المنتخب، وحاليا شفناه في اخر المباريات رجع لاعب احتياطي للاسف مع تغيير الشكل والتشكيل ديال تشيلسي. شفنا المدرب غير الطريقه ديال اللعب ديالو، وهذا الشيء اللي خلاه ما يعتمدش في اخر جوج ديال المقابلات على حكيم زياش. لكن حكيم زياش قبل كاس العالم جانا وهو احتياطي، ودابا جاينا وهو احتياطي، وعارفين شنو كيعطي، وعارفين على انه قدام البرازيل غادي يوريهم الكره ديال البرازيل، الكره المغربيه مطبوعه بطابع برازيلي. على اليسار كجناح ايسر ما نظنش حتى هو غادي يكون شي صغير، غادي يستمر سفيان بوفال. سفيان بوفال اللي مشى للخليج، لكن مادام جابو من الخليج ونادى عليه وليد الركراكي، فهاد الشيء غادي يخليه يعتمد عليه كاساسي، وغادي يشوف كيف غادي يكون في المنتخب، غادي يشوف واش غادي يكون شي تراجع، ومن ثم عاد يمكن يحكم، ويمكن ربما في قادم المناسبات يكون التغيير ديال سفيان بوفال الى شريطه الى ما حافظش على المستوى ديالو. اما في حال حافظ على المستوى ديالو فبكل صراحه كنعتقد على انه غادي يبقى اساسي رغم انه مشى للخليج. وكراس حربه غادي نوصلوا للمتالق، اللاعب اللي طبع شهاده ميلاد جديده من قطر من الدوحه. هنا كنهضر على يوسف النصيري. يوسف النصيري كيف كنقول عليه دائما قبل كاس العالم لا يشبه يوسف النصيري بعد كاس العالم. يوسف النصيري اللي انفجر في كاس العالم وكمل في سيفيا، هو اللي غادي يكون كاساسي، هو اللي غادي نشوفوه في قلب هجوم المنتخب الوطني المغربي، وهو اللي غادي يسجل ويهز شباك السامبا ان شاء الله في هذا الماتش. المنتخب البرازيلي اللي بدل المدرب ديالو، المنتخب البرازيلي اللي مازال ما متيقنش بشكون المدرب اللي غادي يستمر معاه، المنتخب البرازيلي اللي بكل صراحه ما كنعرفوش عليه بزاف مع هذا المدرب، يعني ما شفناش حتى هو مع هذا المدرب كيخوض اول ماتش، فصعيب انك تتوقع الطريقه اللي غادي يلعب بها او الشكل اللي غادي يظهر به. لكن كلنا ثقه في موسى الحبشي والطاقم ديال وليد الركراكي باش يوجدوا مزيان لهذا الماتش اللي كيف قلت ضروري من اننا نخرجوا فيه بنتيجه ايجابيه. ضروري من اننا كما شرفنا العرب وكنا اول منتخب كيوصل نصف نهائي كاس العالم، نكونوا اول منتخب عربي كيهزم البرازيل ان شاء الله في طنجه. حتى لهنا غادي نكون وصلت معكم لنهايه هذه الحلقه. كانت هذه التشكيله المتوقعه حسب الراي ديالي، حسب النظره ديالي، والاهم كيف العاده هو الراي ديالكم نتوما. شاركوه معايا في التعليقات، وما تنساوش ضروري انكم تابوناو في القناه، تضغطوا على جيم، وما بقى لي نقول لكم تهلاو.